اهلا اثنين ثلاثة اهلا وسهلا بيكم، اهلا وسهلا بيكم. وتعزيز الحريات والديمقراطية وترسيخ سيادة القانون والتناضل على قدرة وتعليم المعلم. الحزب التقدم الاشتراكي هو حزب الفقراء والفلاحين. تحية لأطفال فلسطين ولجنوبنا الحبيب. عاهدنا الكمال وواكبنا الوليد، ونجدد عهدنا لرئيسنا الجديد الحبيب تيمور لتستمر المسيرة. كل عام وأنتم بخير، عشتم وعاش لبنان وعاش الحزب التقدم الاشتراكي. الحفل الكريم، أشكر حضوركم جميعا وأحييكم بكل صفاتكم ومواقعكم الرئاسية السياسية الوزارية الميادية الروحية الاجتماعية البلدية الاختيارية الأهلية الحزبية السياسية. شكرا لكم على تلبيتكم هذه الدعوة، دعوة رفاقنا لرجال الداخلية الحصبية وخرج الفيل لمشاركتنا عيدنا 75، وهو عيد حزب استثنائي. بعد هذه المسيرة الطويلة أردنا أن نحتفل معكم وبمشاركتكم في كل المناطق، لأننا انطلقنا بقيادة من أسس هذا الحزب المعلم الشهيد كمال جنبلاط مع الناس ومن أجل الناس، وكان عنوانه الأساس الإنسان هو الغاية في كل مكان. 75 عاما ليست مسافة زمنية بسيطة أو قصيرة، ولم تكن أعواما هادئة مستقرة في جهادنا ونضالنا منذ التأسيس حتى اليوم، بمعنى أننا عشنا أزمان تحديات مختلفة في مراحل سياسية دقيقة وخطيرة على مستوى المنطقة ولبنان من خلال الترابط بين الأحداث وانعكاساتها وتداعياتها. ونستطيع القول أننا بعد كل هذه المسيرة وهذا الجهاد وهذه التضحيات لا يزال الحزب مستمرا قويا منيعا صلبا ثابتا في قلب المعادلة السياسية اللبنانية، يتمتع بقراءة سياسية واسعة بدءا من الشؤون الدولية إلى الأوضاع الإقليمية وما يجري في بلدنا. لكن سأبدأ من هذه المنطقة بالذات. عندما أتطلع إلى هذه الوجوه بشكل عام أرى هذا التنوع في هذه المنطقة المباركة، التنوع الذي لم
نتعاطى معه ولم نرى نتائجه إلا تفاهما وتعاونا وشراكة وطيبة ومحبة وأخوة رغم الاختلاف السياسي، هذه ميزة تستحق هذه المنطقة التحية عليها كما الكثير من الميزات. لكن نحن بحاجة إلى مثل هذه الحالة من الصفاء والنقاء والصراحة والوضوح في التعاطي بين بعضنا البعض، لأن هذه هي روح لبنان وفكرة لبنان ونكهة لبنان وميزة لبنان. لبنان التنوع في إطار الوحدة، لبنان الميزة والنكهة في هذه المنطقة عموما. لبنان الذي عرف كمال جنبلاط وبعده وليد جنبلاط كيف يتعامل معه رغم حدة الظروف والمعارف في محطات معينة، لأن الأمانة والمسؤولية تقضيان بالمحافظة على هذا الكيان النموذج المميز الاستثنائي مهما كانت التضحيات. هذه أمانة ومسؤولية. أستطيع القول بكل راحة ضمير أن حزبنا كان مميزا في أدائه في كل المحطات حرصا عليها. فتحية لمنطقة حصبية، للكفير، لأهلها، للجوار، لكم جميعا الكنائس والمساجد والخلوات والمشايخ والناس وكل الذين يتعاونون ويشكلون هذا الإطار الوطني الجامع المميز. النقطة الثانية تعني رفاقنا في الحزب. واجب علينا عندما نطل على هذه المنطقة التي نعرف تاريخها ونستذكر المحطات النضالية في مسيرتنا الطويلة. هذه المنطقة مع رشية والبقاع الغربي شكلت خزانا بشريا وطنيا معطاء كان يرفض نضالنا في كل المحطات بأغلى الرجال والشباب الذين جاهدوا وقاتلوا وقاوموا في كل موقعة وطنية في تاريخنا النضالي. أتطلع إليهم، أنظر إلى قامات، إلى رجال كانوا الأشاوس الأبطال الذين أقدموا في أصعب الظروف في كل المحطات والمواقع من هذه المنطقة في الجنوب ضد الاحتلال من أجل لبنان الواحد الموحد ومن أجل القضية الفلسطينية التي نشأنا عليها وأمن واستقرار الجنوب من أجل انتمائنا العربي وصولا إلى كل المواقع الوطنية في لبنان. بوركت أيديكم وشهاداتكم وتضحياتكم ونضالاتكم. تحية إلى كل من استشهد أو أصيب أو عانى أو تألم، وإلى من هو على قيد الحياة. بيننا رجال أشداء نكبر بهم وبتاريخهم وبوطنيتهم وبانتمائهم، شكلوا رموزا على مدى عقود من الزمن في كل ساحات النضال. واسمحوا لي بكل محبة وبكل أمانة دون انتقاص من حاضر أو غائب من هؤلاء المناضلين الكبار أن أتوجه بتحية فيها خالص الحب والتقدير والوفاء إلى كبير من رموزنا، وهبي أبو فعول الرمز النضالي الذي وقف وقفات نضالية في ميادين مختلفة ومجالات مختلفة، وكان عنوان وفاء وإقدام وتضحية وشجاعة وإخلاص وصدق في انتمائه وفي ممارساته. أقول ذلك ليس فقط لأن ما ربطني بهذا المناضل الكبير من علاقة أعتز بها، بل لأذكر الجميع الذين قاوموا والذين قاتلوا والذين جاهدوا والذين ضحوا والذين كانوا في طليعة المدافعين عن وحدة لبنان وانتمائه العربي. ذهب البعض إلى تخويلهم واتهامهم، والنتيجة الحقيقية
هذه صورة من صور هذا الحزب، وهذه حقيقة من حقائق تاريخه، وهذا نموذج من نماذج رجالاته الأبطال. 75 عاما ونحن على طريق العمال والفلاحين والكادحين والمزارعين والمثقفين والمعلمين والجنوب وفلسطين والطلاب والشباب والحركة النقابية والحركة المطلبية والجامعة اللبنانية والمدرسة الرسمية وكل ما كان ينظر إليه كمال جنبلاط مع رفاقه منذ تأسيس الحزب تحت عنوان الإنسان هو الغاية، من أجل إقرار عدالة ومساواة وبناء دولة المؤسسات. نعم، نحن نعتز بمسيرتنا على هذا المستوى كما على المستويات الوطنية. اليوم فيما كان سيعرض عليكم وفيما ذكرناه في أكثر من منطقة وفيما تابعناه وفيما تابع كثيرون منكم مسيرة الحزب منذ 49 حتى اليوم، بسرعة أعيد تذكيرا ببعض المحطات. 49 التأسيس، بعد أشهر بدأت معركة مواجهة نظام الفساد والإفساد، وكان لنا ما أردنا وكنا قلة، سواء على مستوى المجلس النيابي أو على مستوى الحضور الشعبي للحزب آنذاك وهو في بداياته. لكن هذا كان ثابتا من ثوابتنا. ثم لاحقا أول شهيد للحركة الطلابية في لبنان حسان أبو إسماعيل، ثم الوحدة، ثم ثورة 58 والتحية إلى مجاهدي 58 وثوار 58 الشهداء منهم والأحياء، لأنهم سرقوا ولأنهم ناضلوا ودفعوا أثمانا أيضا منذ بداية الطريق. ولذلك أكرر دائما القول: هذا الحزب هو حزب المعنويات المتتالية، والمعركة كانت هي كما هي اليوم. للأسف بأي معنى؟ بمعنى أن المعركة كانت معركة إصلاح سياسي، معركة المحافظة على وحدة لبنان بتعاونه بتنوعه، معركة المحافظة على انتماء لبنان العربي. انتماء لبنان العربي أضيف إليه قضية مركزية أساسية هي المحور وهي الأساس وهي العنوان وهي القصة في التعبير عن الانتماء العربي، هي القضية الفلسطينية. منذ ذلك الوقت حتى الآن العناوين هي والمعركة هي والحزب التقدمي الاشتراكي هو على مستوى كل المواجهة. في بداية الستينات بدأت ترجمة أفكار هذا الحزب. كمال جنبلاط نشر الثانويات الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية البعيدة عندما كان وزيرا للتربية، مع فؤاد شاب الرئيس الراحل الذي منذ 58 حتى اليوم الكل يعترف أن عهد فؤاد شاب كان عهد المؤسسة، بغض النظر عن الخلافات السياسية لاحقا وكان لنا موقف من كثير من الأمور، لكن هذه المؤسسات كيف تنشأ؟ كان لكمال جنبلاط دور أساسي عندما أراد الرئيس أن يفعل وأن يعمل من أجل كل لبنان، شكل حكومة موسعة تضم كل القوى السياسية في البلد، وبالتالي أخذ شرعية شعبية سياسية على مستوى كل الوطن. وكان الأبرز في كل ذلك كمال جنبلاط بشرعية فكره وعقله النير وتطلعاته من أجل تحديد البلاد وبناء دولة المؤسسات. تجسدت هذه الشراكة وبنيت تلك المؤسسات، وكان للحزب دور رئيسي فيه. قضية المزارعين، التمر أو التفاح، منذ ذلك الوقت والحزب كان طليعا من يتصدر المظاهرات والتحركات الشعبية من أجل الحفاظ على هذه الثروة الكبيرة في البلد ومن أجل إنصاف المزارعين وتوفير الدعم له. كمال جنبلاط
عام 1970 كان وزيرا، جاء إلى الجنوب، زار مرشعيون وعيترون والخيام وعددا من القرى. سأتحدث عن 1971 ولكن ربطا بما أقول الآن. عاد إلى بيروت وقدم سلسلة مطالب للحكومة وأطلق تصريحا، هو واحد من سلسلة تصريحات أشار فيها إلى واقع الجنوب. لكن قال: استمعت إلى الناس والتقيت بأعداد كبيرة منهم. المزارعون يطالبون بدعمهم في مجال زراعة التمر وزيادة النسبة وتأمين المستلزمات الضرورية لها. آخرون طالبوا بمدارس. بعض الناس شكوا من أن سلطة عسكرية انسحبت من مواقع متقدمة وإسرائيل كانت تقصف، وقالوا الحرب الواحد: لو زرت المنطقة قبل ساعتين لكنت واحدا من الناس الذين تعرضوا للقصف. 1970 الناس شكوا أن ليس ثمة مقومات صمود، لذلك كان يكرر دائما ويطالب الحكومي بدعم مقومات الصمود وتأمين المستوصفات والملاجئ وما شابه من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال في أكروم ووادي خالد والبقاع الأوسط والشمال وكل الأرياف والمناطق البعيدة إلى قلب كسروان. كان حاضرا على المستوى الشخصي في كل هذه المناطق ويقود حركة سياسية شعبية مطلبية من أجل هذه الفئات من الناس. هذا واجب، لكن أيضا علينا أن نذكر بتاريخ هذا الحزب، بتاريخ هذه المؤسسة، بجهاد كل الرفاق الذين ناضلوا على مدى هذه السنوات من أجل هذه الأهداف والقضايا النبيلة. المسألة المطلبية الحركة النقابية منذ تأسيس جبهة التحرر العمالي في بداية الستينات حتى اليوم هذه جبهة لها دور أساسي مميز في إطار العمل النقابي من أجل العمال، من أجل الفقراء، من أجل الكادحين، من أجل حقوقهم. قدمت اقتراحات كثيرة وقامت بنضالات كبيرة وتشهد ساحات بيروت بالتظاهرات الكبيرة التي كان يقودها كما جنبلاط والأحزاب الوطنية والاتحادات النقابية كلها، إلى جانب السعي الدائم من قبله للترخيص لهذه الاتحادات النقابية لتكون حركة نقابية واسعة على مدى البلاد وتستقيم معها الحياة السياسية في مواجهة السلطة. الحركة الطلابية المرحلة المشرقة في تاريخ لبنان كانت مرحلة أنور الفضائل في الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية مع كوكبة من الرفاق في الحزب وفي الأحزاب الوطنية وفي أحزاب أخرى كنا على خلاف سياسي معها، لكن المشهد كان جميلا. كنا نتطلع إلى الساحات فنرى كل الشباب من هنا ومن هناك يسيرون موكبا واحدا صفا واحدا، الأيادي متشابكة والشعار واحد: جامعة وطنية لبنانية، ديمقراطية التعليم، المدرسة الرسمية. لذلك أقول أذكر بهذه المحطات لأننا لا نزال مكاننا مع صعوبة فيما تغير من ظروف المعادلات السياسية والعمل السياسي والعمل النقابي والعمل المطلبي، لكن أخاطب كل واحد فيكم وفي أي مكان تحت عنوان الهموم واحدة، الاهتمامات اليوم ليست واحدة. سلوا أي مواطن في أي منطقة في لبنان، هل ثمة مواطن لا يعاني من الفقر، من الانهيار، من انقطاع الدواء، من المستشفيات، من الكهرباء، من البطاله، من الزواج، من المشاكل الاجتماعية الاقتصادية المالية، من التعليم، من كل لبنان يشكو، كل لبنان يئن، كل لبنان يتعب، كل لبنان يعاني. لكن إذا كان الهموم واحدة يجب أن تكون الاهتمامات واحدة. هذه مناسبة في هذا الظرف بالذات، وأمامنا قوة نذكر به، وعلى رغم اختلافاتنا السياسية ومشاكلنا الكبيرة ولن نصل إلى اتفاقات قريبة وسيبقى هذا الفرز قائما في البلد، ولكن
ألا تستحق هذه الهموم؟ والكل يتحدث عن الإنسان وعن المشاكل وعن الناس وعن الفقر وعنه ونتبادل الاتهامات. ألا يستحق هذا الأمر أن نذهب إلى تعاون على كل المستويات السياسية، النقابية، المطلبية، الوزارية، على مستوى الدولي ككل، أن نذهب إلى تعاون جدي لكي نخرج البلد من أزمته على الأقل على مراحل في إطار خطة متكاملة يكون الإنسان فيها والمواطن اللبناني فيها وكرامة هذا المواطن هو الأساس. حقيقة التجربة التي مررنا بها أغنى بكثير من أن تختصر بخطابات على منابر، لكن علينا أن نستفيد منها، ولهذا السبب أنا أطرح هذه الفكرة. الحزب استمر في كل تلك المرحلة على ثوابته وانتماءاته، منها بشكل أساسي سريعا الانتماء العربي، الهوية العربية، القضية العربية والقضية الفلسطينية بعد 48 والتهجير، 67 الهزيمة، ثم اتفاق القاهرة، ثم أيلول الأسود، ثم أكثر فأكثر ما جرى في بداية السبعينات على مستوى الصراع ضد إخواننا الفلسطينيين في لبنان. وصولا إلى الحرب، نحن بكل فخر واعتزاز، بكل فخر واعتزاز نحن كنا ولا نزال إلى جانب إخواننا الفلسطينيين في نضالهم وجهادهم. ولا يعتقدن أحد أن كمال جنبلاط كان سهلا في مواقفه رغم كل الدعم الذي قدمه لإخواننا الفلسطينيين من باب الواجب والالتزام بالقناعة والثوابت، لكن كان دائما جامدا في البحث وفي الحديث وفي النقاش حول كل الأخطاء والممارسات، ولطالما استوعب الكثير من الصدمات والمحاولات التي كانت أن تودي بالبلد في مراحل قبل اندلاع الحرب إلى ما هو أسوأ مما حصل، كان يستوعب ذلك من موقع هذه الثقة وهذه العلاقة. هذا الأمر ثابت من ثوابت حياتنا السياسية لهذين السببين: التزام الوطن، الحركة الوطنية اللبنانية، مشروع إصلاح المرحلة التي أقرته الحركة الوطنية اللبنانية بقيادة كمال جنبلاط لإخراج لبنان من أزمته السياسية ولتجنب الحرب الداخلية في لبنان، وبالتأكيد لاستبعاد الحرب الطائفية المذهبية في البلد. كان كمال جنبلاط بكل آفاقه الوطنية قد تمكن من جمع كوكبة من الناس في الأحزاب وعلى مستوى الشخصيات السياسية الوطنية من طوائف مختلفة تحت عنوان البرنامج المرحلي بالإصلاح السياسي. قتلوه لأنه استمر بثبات متمسكا بهذا المشروع الوطني. كان يدرك تماما أن قيام كيان الاحتلال والاغتصاب والإرهاب إسرائيل يستهدف لبنان ولا يستهدف الوجود الفلسطيني فقط، ولبنان قبل غيره ليس فقط بحكم الحدود، لا، بسبب التنوع السياسي في لبنان، التنوع الطائفي في لبنان. ومشروع إسرائيل ليس مشروع تنوع، هو مشروع الدولي الديني، مشروع الإرهاب، مشروع التفتيت، مشروع التقسيم. هذا هو المشروع الإسرائيلي، وعلى هذا الأساس قرأ كمال جنبلاط استراتيجيا هذه الفكرة وحاول أن يحمي لبنان من خلال حماية الأخوة الفلسطينيين على أرض لبنان أو في فلسطين. أتحدث هنا عن النظام السياسي لقيام دولة الإرهاب والاغتصاب. طبعا المشروع الأمريكي الذي أشهر بموافقة عربية نتائج حرب 73 وذهبنا إلى الاتفاقات لإخراج مصر من دائرة الصراع العربي الإسرائيلي، تم تنسيم لبنان بسنجر للأسف في ذلك الوقت، وكان العنوان التخلص من كمال جنبلاط وتصفية القضية الفلسطينية. حاول كثيرا وناقش كثيرا وصبر كثيرا ووضع كل المعطيات التي لديه وكل القراءة التي يملك، ونبه إلى مخاطر ما يجري في الجنوب
وما سيجري في الجنوب، وحذر من خطر مشاريع التفكيك والتقسيم ومن خطر ما تريده إسرائيل. لكن الله كان يعتبر أنه فوض في البلد، وبالتالي كل الأمور تسير كما يجب وفق هذا التطويل والاتساع. وإذا تخلصنا من كمال جنرال يعني تنتهي هذه المسألة. طيب، قتلتم كمال جنرال، أعتقد أن الأمور ستأخذ منحا آخر، وأن وضع اليد على البلد قد تم، وهو الذي كان قال أنا لا أدخل السجن العربي الكبير، وأن ما تم من الاتفاقات بينهم وبين الأمريكيين سيأخذ طريقه لنا. هنا أظل من المختار سيد آخر وألبس تقليدا عباءة ليست مثل عباءات كثيرة، هي عباءة الصدق والصفاء والوطنية والالتزام والتضحية والوفاء والشهادة، وعباءة زعامة حقيقية. آنذاك كان القلق يسود بين الناس، هذا الرجل هل سيرد هذا الموقع ويكمل هذا الدور؟ وهل سيتمكن من حمل هذه المسؤولية الكبيرة؟ ثبت للقاصي والداني، ومنذ اللحظة الأولى للذين قتلوا كمال جنرال ولغيرهم من الناس أن وليد جنرال تصرف تحت هول الصدمة الكبرى منذ اللحظة الأولى بكل حكمة وأمانة ومسؤولية وطنية، رافضا ما جرى بحق إخوان أبرياء مسيحيين كان يراد من خلال قتلهم إشعال الفتنة للاستفادة من قتله وأخذ البلاد إلى أماكن أخرى. انتصب ووقف فوق الجرح وفوق الجريمة والقتل والخسارة الكبيرة وقال لا نقبل هذه الممارسات البعيدة عن أمانتي وفكري والتزامي وموقعي ومسؤولية كمال جنرال، وعن أمانتنا في النظرة إلى المستقبل. منذ ذلك الوقت كان يدرك معنى الالتزام بالتنوع والشراكة الوطنية الحقيقية. جاء وليد جنرال وفاجأهم وفاجأ كثيرين منذ ذلك الوقت وهو ينحب ويبكي ويسحر ويتعب ويشاهد هذا الذي يعتبرون أنه ورث زعامة وكثيرون ورثوا، لكنه نحت حياته السياسية ولا يزال ومن أجل الوصية والرسالة التي تركت أمانة بين يديه. ونستطيع القول بكل فخر واعتزاز نقل الحزب من مكان إلى آخر بتطويره، ببناء مؤسسات جديدة، ببناء قوى جديدة، بإطلاق الشباب إلى مراكز وإلى مستويات متقدمة، وبرعاية كل ما يمكن أن يفعل هذا المجتمع. وفي الوقت ذاته كان يبني وعينه تراقب ما هي التحديات، كيف يمكن مواجهتها، كيف يمكن تجنبها، كيف يمكن تأخيرها. من هنا عندما كان لابد من شراكة ومن عمل سياسي كان طليعة هذا العمل، وإذا كان ثمة سياسة كانت في وليد جنرال وموقفه وكلمته، وعندما كان الظروف أن تكون شراكة وأن يكون دور وأن يكون حضور في الساحات للدفاع عن أرض وعرض وكرامة وصد عدوان، قال كلمته وقالت الرجال كلمتها برجال جيش التحرير الشعبي. هذا الحزب في تلك المرحلة وقبلها في مواجهة
دعما للمقاومة، وفي الجبل في كل موضع رجال أشداء شهداء مقاتلون كانوا يدافعون عن وحدة لبنان وانتمائه وعن حضورهم وعن دورهم فيه عندما سقطت كل محاولات التوصل إلى اتفاقات. لكن ذلك لم يغب عن بال ولي جملة أن هذه الحال ليست حالا دائمة. الجبل يجب أن يعود إلى ما كان عليه. إذا كان ثمة من أخطأ، وإذا كانت إسرائيل توهمت أنها أسقطت لبنان وأخذت لبنان باتفاق 17 أيار وتريد الفتنة، أبدا، نحن أهل الحكمة وأهل عقل وبالتالي أهل مصالحة. تحت هذا العنوان ذهب إلى المصالحة بشراكة كبير من البلد وقوى سياسية صادقة ومخلصة هي البطريرك سفير. الحمد لله تحققت المصالحة، عادت الحياة إلى حدود بعيدة إلى طبيعتها بشراكة، بتفاعل، بتعاون، بتكامل على مستوى كل قرى الجبل وكل المناطق. وكان سباقا في إطلاق الحوار مع كل الذين اختلف معه، والحوار مسألة أساسية. نحن لا نخشى حوار، نحن لدينا مشاطرة نعرف كيف ندافع عنها، لكن نحن لا نتميز بميزة قاتلة في السياسة. هي ميزة الذي يصل بموقفه إلى نقطة اللعب. أنا قلت أنا بصدق أقول أنا لا أتراجع. هذا من أخطر ما يكون في العمل السياسي. للأسف بإبداعات البعض في لبنان تجاوزوا هذا الخطر إلى حد الانطلاق من نقطة الدعوة وليس الوصول إلى نقطة الدعوة. يعني إقفال الأبواب، سد كل المنافذ، قطع كل الطرقات، لا للحوار، لا للتواصل، نعم للقطيعة، نعم للاتصال، نعم للطلاق، لا نريد أن نعيش مع بعض وبعض، لا يقدر. نختلف مع بعضنا وسلامنا، نختلف مع بعض، ولكن هذا لبنان الواحد، هذا وطننا، هذه هي النكهة التي أشرت إليها، هذا البلد الذي يجمعنا، هذه مظلتنا. يجب أن نعرف كيف نحمي هذه المظلة وكيف نتبع الخطط وكيف نتبع الطرق والوسائل والأساليب والاتفاقات لكي نحمي هذا البلد ولكي نحمي هذه النكهة وهذه الميزة. هنا أقول لرفاقنا نقابيين، طلاب، شباب، الاتحاد النسائي، كل من يتفاعل على المستوى الاجتماعي في مجتمعنا اللبناني الواسع. المعادلات تغيرت، الظروف تغيرت. لبنان الذي كنت أتحدث عنه تغير بالكامل، وبالتالي بين التمنيات والوقائع المسافة بعيدة. ماذا يعني ذلك؟ هل يعني أن ننسحب؟ هل يعني أن ننكفئ؟ أن لا نكمل دورنا؟ أن لا نقوم بواجبنا؟ أن لا نتطلع إلى المشاكل والهموم المحيطة بنا؟ لا، بالعكس، لو كان الأمر كذلك لما كنا نحتفل اليوم بالعيد الخامس والسبعين. أبدا، نحن نستفيد من تجربتنا ومن قيادة المعلم الشهيد الذي تحدث في أكثر من مناسبة عن أخطائه وقال هذه أخطاء وعبر، أخطأنا هنا وهذه العبر التي نستخلصها. ونتعلم وتعلمنا من تجربة ولي جملة الذي يكاد يكون السياسي الوحيد في لبنان الذي يقف ويقول نعم أنا أخطأت، وأحيانا يمارس نوع من القسوة على نفسه وهو يتحدث عن أخطائه. هذا كبر، هذه هي الأمانة تجاه الناس. وإلا إذا كان كل واحد منا سيقف وراء الكراسي ويعتبر أنه الصح ونبقى هذه المكاريس في وجه بعضها البعض، فلا يمكن أن نصل إلى تفاهم. لذا اليوم مطلوب منا على المستوى الطلابي والنقابي العمالي إلى آخره، الآليات التي كان معمولا بها لم تعد قادرة على التأثير على المستوى السياسي. تأثير بعين الاعتبار، تركيبة النظام الطائفي، طريقة تشكيل الحكومات، قانون الانتخابات الذي أنتج ما أنتج قانون غريب عشير لم نشهد له مثيلا. ولكن مع ذلك يجب أن نبقى نحاول وأن يكون حوارنا مفتوحا مع كل القوى النقابية والعمالية والطلابية وإلى ما هنالك لكي نصل إلى ما نريد. قد لا نصل
إلى ما كنا عليه سابقا، ولكن على الأقل ولو بطريقة مرحلية ننتقل من مرحلة إلى أخرى بعمل تراكمي كي لا يسقط كل شيء ونحن في أخطر مرحلة نمر بها على هذا المستوى في تاريخ لبنان. بالوقائع الحالية من الآخر انتخابات 22 مجلس نيابي اضطرابي في الناس، لا أحد يملك الفريق 86 في تأمين نصاب الجلسة، لا هذا الفريق ولا ذاك الفريق ولا أطراف تتفاهم مع بعضها قادرة على فعل هذا الشيء. ماذا نفعل؟ من هنا كانت دعوة ولي البيت قبل حصول الشغول الرئاسي تفاديا للوصول إلى ما نحن عليه. يا جماعة موقفي واضح، أنا لا أريد رئيس تحدي، تعالوا لنتفادى كي لا نقع في الشغول. وتجربة الشغول كانت ممكن مرتين قبل، واليوم وضع الأمر للأسف ثمة من لا يريد أن يسمع بكلمة تفادي أو بكلمة حوار، لكن عندما يحتاج مسألة معينة يقول أنا مع الحوار في هذا الموضوع، كأنه الحوار ضد الطلاق عندما يريد حضر فلان أو علان. لا يا الأمور لا تستقيم بهذا الشكل. الحوار هذه في حياتنا اليومية مع ذاتنا وبين بعضنا البعض في القرى، في الجمعيات، في المؤسسات، أينما كان. وبالتالي المسألة الطبيعية أن نذهب إلى مثل هذا الحوار لكي ننقذ البلد. لا نريد، ثم نتطلع إلى تدخل من هنا أو من هناك، وكل متدخل له حسابات وله مصادر لا يعلم من أجل هذا. ومع ذلك لم تحل الأمور وليس في الأفق ما يشير إلى حل، والجملات لم يقف عند هذا الحل. كرر الدعوة مرة 2 3 4 وسع الخيارات الاحتمالات، طرح كل ما لديه في الداخل على مستوى المعنيين من سفراء ومن دول سياسية ومن الخارج. بالأمس كان له لقاء مع الرئيس الفرنسي قال فيه كل ما لديه من أفكار ومن هواجس ومن اقتراحات من أجل الخروج من المأزق الذي نحن فيه قبل أن تأتي قصة غزة والجنوب كوريا إضافة للآخرين. لذلك شخصيا ملاحظة بسيطة ومن باب التجربة إلى حد ما يعني معرفة على قدر الحال بما يجري. إذا كان البعض يريد أن يسمع رأيا متواضعا أكتفي بالقول ساعدوا نبيه، وأعني ما أقول ساعدوا نبيه وتفاهموا مع هذا الرجل بما يمثل، وثمة إمكانية كبيرة للوصول إلى تفاهم. ليس هذا الوقت المناسب لنقول أكثر، ولكن إذا كان ثمة من يريد الخروج من مأزق، هذا باب إن لم يكن الباب المتاح داخليا أمامه. النقطة الثالثة مسألة النزوح السوري. حصل خطأ كبير جسيم منذ بداية الأزمة في سوريا بالتعاطي مع هذه المسألة، وأحيانا من قبل البعض بحسابات قصيرة النظر مصلحية. تعرف لو الرئيس لأنك رفضت هذه المرحلة عن طول كان لنا لكم واضح ولم يفهم. نحن فهمنا معنا تهجير إخواننا السوريين عن قصد بشكل مبرر وبقرار سياسي واضح ومن لون معين، ومع ذلك كنا نعرف أن هذه هي البيئة السورية أيضا فيها تنوع، وكان موقفنا في كل المناطق التي نتواجد فيها لا عنصرية وعين ساهرة وانتباه إلى كل الأمور
وتفاهم مع كل المؤسسات، المدنيات، الجمعيات، الفاعليات، الناس القادرة، الناس المؤثرة، لكي نقوم بالواجب المطلوب من جهة ونجدد مجتمعنا الكثير من المشاكل من جهة. والحمد لله بعد وجود بعيدة عبرنا هذا الأمر، لكن نحن لسنا منفصلين عن غيرنا في البلد، والأزمة تتفاقم وتتفاقم وتتفاقم وتداخلت وتنعصر وتداخلت وتشاركت فيها عناصر كثيرة. لهذا المعنى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن، الصرخة الكبيرة في كل البلد، كل يغني على ويلاه، كل له هدفه، كل له مواله، كل له حساباته، ومع ذلك هي قضية أساسية جوهرية ثقيلة على مستوى المجتمع اللبناني السياسي أو الاقتصادي الاجتماعي المالي. جيد أن ما جرى مؤخرا دفع إلى بداية نقاش إن شاء الله يتوسع هذا النقاش. هنا كانت أيضا مبادرة للحزب كالعادة، والحمد لله سبقونا في طرق أبواب كل القوى السياسية أيا يكن الخلاف السياسي معه. هذه مسألة تنعكس علينا جميعا. تعالوا نتفق مع بعض كيف يمكن مواجهتها، مقاربتها بعقل جماعي، بعقل بارد، بعيدا عن الاتهام، بعيدا عن التخوين، بعيدا عن العنصرية، لنخرج بخارطة طريق تحمي كل منا. ثم كمان لا يريد صراحة، يريد معالجة المشكلة ولكن ليس مقتنعا بهذا الأسلوب. رحلوه، رموهم بالبحر، هذا أمر غير جالس، غير مقبول، غير متاح، غير ممكن، وبالتالي هذه حالة عبثية. من هنا جاءت مبادرة الحزب متكاملة واقعية موضوعية. في الأيام المقبلة ستبدأ حركة سياسية من قبل الحزب على مستوى كل القوى السياسية إلى جانب الحديث مع رئيس الحكومة ومع ذلك على المستوى الرسمي من القوى والمؤسسات المعنية لكي نأمل أن يتفاعل الجميع مع هذا الطرف. لا ندعي أن نهاية النقاش تقف عند ورقتنا، لا أبدا، بالعكس الحوار هو لإبناء النقاش وللوصول إلى تفاهمات والخروج بورقة متكاملة من قبل جميع القوى السياسية. حصل بالأمس مثلا أوروبا ومليارديرات وإلى آخره. طيب أولا كان يجب أن يدفع للبنان منذ زمن طويل أكثر من هذا المبلغ، لكن لا يجوز أن يستغل ما جرى بالأمس للاستمرار بهذه الحملة والابتعاد عن النقاش الوطني الجامع للوصول إلى تفاهم. هذه مسألة بالطريق، وقد يأتي غيرها لأنه الأمور الكبرى الدولية والقرارات الدولية وحسابات الدول وأمريكا وغير أمريكا والاتحاد الأوروبي والعلاقة مع النظام السوري والحسابات السياسية المعقدة أكبر منا جميعا مهما حاولنا وبغض النظر عن نوايا أي منا. بالممكن تعالوا نتفاهم فلتكن هذه البداية، وإذا كانت تمت اقتراحات أخرى ممكن نحن أول الناس الذين يرحبون. مسألة الرابعة، أنتم في الجنوب بهذه المنطقة كما قلت قدمتم تضحيات، شهداء، جرح، تعذبتم، تألمتم، قلقتم، ورفاقنا كان لهم دور في كل محطات النضال في الجنوب. رفاقنا من هذه المنطقة أو من قلب الجنوب، الخيام، بعدد كبير من القرى، بمحطات ومواجهات وطنية كبيرة. اليوم ما جرى بعد طوفان الأقصى والحرب المفتوحة على غزة وحرب الإمامة الجماعية التي تنفذ من قبل الاحتلال الإسرائيلي، تم استهدافهم أيضا للجنوب. الحمد لله هذه المنطقة حتى الآن منطقة مستقرة هادئة آمنة، نعم فيها قلق ونحن نتفقد هذا الأمر، لكن الطعام العام في المنطقة ومع المنطقة من قبل كل المعنيين
بتفاهم تام معنا نستطيع ان نقول انه جيد وانه يرسي عناصر وعوامل الاطمئنان والاستقرار. لكن عندما حصل طوفان الاقصى كان وليد جنبلاط الزعيم السياسي العربي الاول والوحيد الذي بعد نصف ساعه اطلق موقفه مؤيدا بنضال الشعب الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وفي الوقت ذاته داعيا الى عدم شر لبنان. ولكن عندما كان يقول عدم شر لبنان كان دائما يشير ان الذي يجر لبنان او المعني بشر لبنان طرفان، ثمة طرفان اسرائيل والمبتدأ. لا نتحدث عن طرف واحد. لذلك الفت عنايه كل الذين يتحدثون بكل تواضع، اقول هذا الكلام هذا رئيس سياسي، الذين يتحدثون عن 1701 نحن شركاء عام 2006 وبدور اساسي واعني ما اقول عندما كنا في الحكومه في الوصول الى اقراره بانضاج الظروف او باقراره على طاوله مجلس الوزراء. ونعرف تماما ماذا يقول 1701، ولكن لا يجوز تحت اي عنوان من العناوين ان يخرج احد في لبنان ويقول في الحديث عن 1701 ان اسرائيل لا تعتدي علينا، نحن من بدأنا. لا، هذا امر مخالف للحقيقه وفيه انحراف كبير في السياسه وخطر كبير في السياسه، هذا ليس صحيح. اسرائيل تعتدي علينا منذ 1948. قرى الجنوب تتعذب، تتألم، تعاني، تتعرض لقتل البطريات وشهداء، وعانت كثيرا من 48 حتى اليوم. لم يبدأ العدوان على اسرائيل بطوفان من اسرائيل على الجنوب بطوفان الاقصى، لا. 1701 اذا اعتبر الله انه محطه. طيب يا اخوان، نحن نتحدث او من يريد ان يتحدث يعني على الاقل اطلاق 1701. طيب على الاقل من اجل السيادي وكثيرون سياديون في البلد انهم يتحدثون بلغات غريبه عجيبه للسياده ولا يستندون الى ما هو سيادي في كثير من المواقف والمحطات. يا جماعه 35,000 خلق لل 1701 من قبل اسرائيل مسجل في الامم المتحده. هذا يعني غزل لبنان، محبه للبنان، اهتمام بلبنان، حرص على الامن والاستقرار والسلام مع لبنان، حرص على التفاهم مع لبنان، اخلاقيه اسرائيل، وطنيه اسرائيل، كرم اخلاق اسرائيل. 35,000 خلق منذ اقرار 1701 حتى الان. الا تعتدي علينا اسرائيل؟ الطيران الذي يستبيح الاجواء اللبنانيه، الغزل المحتل، النقاط المختلف عليها حتى الان، الحدود البحريه، امس حصل اتفاق 27. لا، المنطلق في مقاربه الموضوع خطا. لذلك الذين يتحدثون عن 1701 نعم، نحن من الذين يقولون بتطبيق 1701، ولكن يجب ان يقولوا تطبيق 1701 منوط بالطرفين. لا ان نتحدث انه على لبنان الالتزام بال 1701 كان لبنان هو الذي يختلف واسرائيل هي بريئه. الذين يؤيدون اسرائيل بطوفان الاقصى وبكل النقاشات التي تدور حول وضع الجنوب اليوم كان من قبل الامريكيين او من قبل الفرنسيين. الورقه الامريكيه تتحدث عن مسؤوليه اسرائيل. الورقه الفرنسيه المطوره يعني الاخيره التي تناقش الان وسيبقى الرد عليها الى المسؤولين الفرنسيين تتحدث ايضا عن مسؤوليه اسرائيل في مجالات معينه. لدينا ملاحظات على بعض البنود، على بعض الافكار، هذا قابل للنقاش بيننا وبينها، ولكن لا يستطيع احد ان يتجاهل وان يتنكر مسؤوليه اسرائيل في خلق 1701 وفي الاصرار على الاستهداف. والدليل على ذلك انه اسرائيل حتى في غزه كل ما قدم لها من دعم تاخذ
وترفض إعطاء شيء حتى لمن دعمها. يعني لا نتحدث عن نحن كفريق ولا كبلد. على هذا الأساس يجب أن ننتبه أيضا إلى مسألة لو كانت إرادة لبنان إرادة عدم الذهاب إلى تفاهم، عدم الذهاب إلى حلول لتطبيق 1701 ولإرسال معادلات تضمن الأمن والاستقرار، لماذا ذهب لبنان إلى اتفاق الحلول البحرية؟ غريب. الذين يتحدثون باللغة التي أشرت إليها طب يا عمي صار اتفاق الحلول البحرية معجب، طب ماذا تريدون؟ طب الذين ذهبوا وأيدوا اتفاق الحلول البحرية والاتفاق من 2010 موجود كان وزيرا من الاشغال وعارف تفاصيل ومن ذلك الوقت لم يتغير فيه الا الشيء القليل 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 ونحن كنا معنيين بهذا الموضوع. طيب لبنان قطع اتفاق الحدود البحريه لا يستمر في مناقشه اتفاق لتطبيق 1701 لانهاء مشاكل على الحدود البريه ومساله الرشا ومساله الطيران للسبيح الاجواء اللبنانيه. لا، نحن اصحاب مصلحه في الرغم. نحن لسنا هو حروب وبقاء في هذا الوضع الكارثي إما على مستوى الجنوب أو على مستوى تداعياته على الوضع. في غزة انطلاقا من انطلاقتنا للمشروع الإسرائيلي بغض النظر عن النقاشات الواقعية الموضوعية الطبيعية من قرر طوفان الأقصى إلى أين أدى هذا المشروع، هذا أمر سيكتب عنه الكثير وسنطلع على إسرائيل. لكن أيضا هنا يجب أن ننتبه إلى مسألة يعني استهداف إسرائيل لغزة بدأ مع طوفان الأقصى. استهداف إسرائيل للفلسطينيين بدأ مع طوفان الأقصى. لما إسرائيل من 48 دولة اغتصاب وإرهاب وتوسع حتى ما سمي حل الدولتين لم يعد قائما ولم يعد ثمة قدرة على الوصول إليه لأنه لم يعد ثمة إمكانية لإقامة دولتين. غزة مستهدفة وتضفي أكثر من 800,000 مستوطن. حتى الرئيس الفلسطيني الذي يختلف مع حماس قال منذ أيام في الرياض في اللقاء العربي أخشى ما أخشى أن نتنياهو يخطط نفسه لاجتياح الضفة وتهجير الأهل. إذا المشروع ليس مشروع غزة. الهدف ليس غزة فقط وليس الانتقام من أهل غزة. المشروع أبعد من ذلك، هو المشروع الإسرائيلي الذي لا يريد فلسطين ولا يعترف بوجود شعب فلسطيني ولا يقر بحق الشعب الفلسطيني. الناس كانت تتحدث عن حق العودة ب 48 أراد قيام دولة إسرائيل. أنا كنت دائما أقول الخطر ليس قائما على حق العودة فقط، الخطر قائم على حق البقاء على أرض فلسطين، وهذا ما يجري الآن وما نشهده في الممارسات الإسرائيلية. بالمناسبة أيضا حل الدولتين يتحدثون عنه اليوم. يا جماعة عندما صدر قرار الأمم المتحدة في 48 هو يشير إلى حل الدولتين، دولة لإسرائيل ودولة أخرى. من 48 لم تكن الدولة. أبو عمار وقع اتفاق أوسلو لتقوم سلطة ثم نصل إلى دولة. قتلوا رميل الإسرائيلي ثم قتلوا أبو عمار. لا يريد مسألة ليست مسألة حماس، لا أبو عمار مقتول ولا حماس مقتول ولا جبهة شعبية مقتول ولا جبهة ديمقراطية. المواطن الفلسطيني الإنسان الفلسطيني غير مقتول إلا إذا كما أقول دائما فلسطين المقتول وفلسطين المقتول. هذه هي إسرائيل وهذا هو تاريخ إسرائيل. اليوم نواجه مشكلة. عندما بدأ طوفان الأقصى استنفرت أمريكا كل أساطير خلال ساعة، غواصات، حاملات طائرات، جسور جوية بكل أنواع الأسلحة التي دمروا فيها المستشفيات وارتكبوا المجازر والإبادة الجماعية ودعم نفسه. والأخطر التبني لكل الروايات الإسرائيلية من اللحظة الأولى أن الفلسطيني دخل واعتدى على النساء وقتل الأطفال وقطع الرؤوس، تبني كله وهذا صناعة إسرائيلية لا أساس لها. ثم الضغط على وسائل الإعلام وما شابه. لاحقا تجاوزت إسرائيل كل الحدود
بدأ الرئيس الأمريكي وبدأ المسؤولون الأمريكيون يتحدثون عن خوف على سمعة إسرائيل، ثم خوف على سمعة أمريكا، ثم سقوط أمريكا على المستوى الدولي، ثم المجتمع الداخلي الأمريكي مقبلون على الانتخابات وبالتالي متغيرات في الداخل، دور وسائل الإعلام التي تكشف المجازر والإبادة وكل ما يجري على الأرض الفلسطينية من دمار، من خراب، من قتل، من مقابر جماعية وما شابه. جاءت أمريكا وقالت يعني حسابات انتخابية لابد من وقف الإطلاق. كانت ترفض أمريكا كلمة وقف الإطلاق. ذهب مع عدد من الدول الأوروبية الغربية بما يسمى العالم الحر للبحث عن وقف إطلاق نار في مجلس. ضغوطات هائلة من الإسرائيلي على الإدارة الأمريكية. تحدث المسألة بأنه أخذت أمريكا قرارا بالامتناع عن التصويت وليس باستخدام حق الفيتو. الامتناع عن التصويت. غضب شنيع وانصب على الإدارة الأمريكية من نتنياهو. ممنوع الامتناع. مطلوب الانصياع واستخدام حق الفيتو. نحن لا نوافق على وقف إطلاق النار. كتبت سقوط. جئنا إلى محكمة العدل الدولي. أصدرت قرارات ولائحة الدول التي سجلت دعاوى ضد إسرائيل وأيدت محكمة العدل الدولي تسلم. تكتب أمريكا لا يمكن مقاضاة إسرائيل في محكمة العدل الدولي. جئنا إلى المحكمة الجنائية الدولية وهي نتنياهو وكل عصابة الحكومة معه صرخات متتالية ضد المحكمة الجنائية الدولية وتحذير وإصدار مذكرات توثيق بحق المسؤولين، وذهبوا إلى القضاء وتصرر هذا الأمر بهذا الشكل. يعني هذا أمر غير مقبول وغير أخلاقي ولا يمكن أن نتعامل معه إلى آخره. خرجت أمريكا وقالت المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص بالنظر في البحث عن الأمر. طيب كل الأقمار، كل وسائل الإعلام، الملايين من البشر شاهدوا ورأوا وراقبوا ماذا يجري على مستوى المقابر الجماعية. وصل الأمر إلى حد دعوة لمجلس الأمن انتفاضة في إسرائيل ورفض من قبل أمريكا وأنه لا أدري طلبنا من المسؤولين الإسرائيليين إفادتنا بالمعلومات. يعني الذي ارتكب على مرأى من الناس والشاشات كلها تسجل وتصور هذه المجازر وهذه المدافن والمقابر الجماعية هو الذي سيعطي كفايته إذا كان أفعل ذلك أم لا. ذهب أبو مازن إلى مجلس الأمن قال تتحدثون عن حل دولتنا. عقد مجلس الأمن للتصويت على حل الدولة وأمريكا تقول اليوم بحل الدولة. مارست إسرائيل كل أشكال الضغوط. لم يمر قرار حل الدولتين. استخدمت أمريكا حق الفيتو. أنتم تقولون بحل الدولتين. كيف تستخدمون حق الفيتو؟ خرج أبو مازن وما معه وقسم من الذين هم يكرهون حماس ويحبون حماس مسؤولية كل شيء خرجوا وقالوا إن أمريكا لا تخذلنا فقط بل تخذلنا. هم فماذا تريدون؟ لا حل دولتين ولا محاكمة إسرائيل ولا تدين إسرائيل ولا محاكمة إسرائيل. جئنا إلى المستوطنين 100 ساعة يهود كتيبة الجيش الإسرائيلي ضد ارتكابات من أشنع ما يكون وهي أبشع كتيبة تقوم بأشنع الممارسات باعتراف الأمريكيين والإسرائيليين. هذا الخيانة لا يجوز محاكمة العسكري الإسرائيلي، جندي إسرائيلي لا يحاكم. كان الأمريكيون يقولون بفرض عقوبات على هؤلاء اعترفوا ب5 كتائب تمارس هذه الممارسات. وضع الأمر جانبا ولا يتحاكم أحدا بل دققوا في هذا الأمر وارسلوا إلينا التقارير. فرض 26 مليار دولار في هذا الأمر يا أخوان. يجب أن نقرأ هذه المسألة من هذه الزاوية. ماذا يفعلون وماذا يفعلون؟ هذا أمرنا سنقف عند آخر أمرين.
الأمر الأول ما يجري في الجامعات الأمريكية. هذه أمريكا، حرية التعبير، حرية التفكير، حرية القراءة، المتابعة، التحرك، التظاهر. آلاف المعتقلين من داخل الجامعات تقتحم غارات إسرائيلية بطائرات أمريكية على الفلسطيني في غزة، وغارات أمريكية على الجامعات. طلاب شباب يعبرون عن رأيهم، يتضامنون مع أهل فلسطين، يرفضون الذبح والقتل والإبادة الجماعية والمقابر الجماعية وما شابه. هذه هي طريقة التعاطي معهم. لكن هذا مثال. إلى أين يريدون أخذ العالم؟ في المقابل أين هم طلاب وشباب العالم؟ في إيطاليا وفي إسبانيا وفي بريطانيا وفي أمريكا وفي عدد كبير من دول العالم. الرأي العام لأول مرة يسجل هذه الحالة من التضامن مع الشعب الفلسطيني. لم يؤثر حتى الآن على مستوى القرار السياسي، هذا صحيح، ولكن يجب أن يبنى على هذا الأمر. تبقى مسألة مربوطة بها. أمس ذهبوا إلى تعديل قانون السامية. لماذا؟ لأنهم قرروا أن ما يقوم به الطلاب هو ضد السامية. وهذا القانون الآتي يمنع نقل إسرائيل، ممنوع هذا أي في أمريكا. فماذا نقول لفلسطين؟ إلى أين يذهب هذا الفلسطيني عندما تتعاملون معه بهذه الطريقة؟ إن مع السلطة أو مع حماس أو مع أي فلسطيني. ما هي الأفق التي تفتح عليه؟ ما هي الوعود التي تقدم له؟ ما هي الأمال التي تعطى له؟ كيف يعيش هذا الشعب؟ ماذا ينتظر هذا الشعب؟ من هنا يجب أن نفهم مسألة المقاومة الفلسطينية، لأن لا خيار آخر أمام الفلسطينيين في الخروج الإسرائيلي. هنا أود أن أوجه من باب الوجه نداء من هذه المنطقة التي ضحت وعانت وقدمت شهداء من أجل فلسطين واحتضنت مبعدين في مرج الزهور وكانت دائما إلى جانب القضية الفلسطينية، إن على المستوى الفلسطيني المباشر أو على مستوى الالتزام بالحزب أو بالحركة الوطنية اللبنانية دفاعا عن حق الشعب الفلسطيني. أوقفوا هذا الحقد المتبادل بين حماس والسلطة أو فتح. ليس ثمة أوان أهم من هذا الوقت بالذات للوصول إلى تفاهمات بين الإخوة الفلسطينيين لمواجهة المرحلة الحالية. في الأيام العادية كنا نقول حد أدنى من التفاهم على برنامج. عندما تقولون جميعا بأن كل الفلسطينيين مستهدفون، الأمانة الفلسطينية، المسؤولية الفلسطينية، أمانة التاريخ والماضي والشهداء والتضحيات والذين عذبوا وقتلوا وسجنوا والذين يعذبون الآن، والأمانة في النظر إلى المستقبل تقضي بالذهاب إلى تفاهم بالحد الأدنى، لأن ليس ثمة أحد سيهتم بعد هذه المعركة بالشعب الفلسطيني إذا استمر الوضع على حاله. مع ذلك أنا واثق أن هذا الشعب سيستمر على موقفه كشعب، كقوى سياسية، لن يترك قضيته، لن تموت ذاكرته، لن يموت حقه. سيبقى هذا الشعب شعبا مقاوما أينما كان وفي أي موقع وبأي وسيلة وطريقة من أجل حقه والوصول إلى ما يريد على أرضه. لكن من مسؤولية القوى السياسية أيضا أن تقف هذا الموقف بعيدا عن الخلاف. في الجنوب أيضا في هذا الاتجاه المقاومة تقوم بدورها، وعلى أرض فلسطين المقاومة تقوم بدورها. لسنا بحاجة إلى فوضى مقاومات، مع احترام التقدير لكل الذين يقفون في وجه إسرائيل، والتحية لكل الشهداء الذين يسقطون في مواجهة إسرائيل. ولكن في إدارة المعركة لسنا بحاجة في الجنوب لعدة أنواع من المقاومة، ولسنا بحاجة أيضا إلى عرضاء عسكرية تثير الكثير من التساؤلات في مناطق حساسة دقيقة وفي بيئات لها أيضا خصوصيات نحن في غنى عن ذلك على المستويين الوطني أو الفلسطيني. أخيرا الرفاق في الحزب، عندما نجتمع مع هذا الجمع الكبير المنوع المبارك، وعندما نطل على الكشاف ونرى الشباب والأعلام والبيارق الحزبية
التي يعتزون بها ويرفعونها ويأخذون التحية تحتها تأكيدا لانتماء والتزام بوصية ورسالة وأمانة وقضية. نحن واثقون أن هذا الحزب الذي استمر 75 عاما ورغم كل التضحيات وكل ما قدم وكل العذابات والمحطات الصعبة التي مررنا بها، عبرنا مع كمال جنبلاط وعبرنا مع وليد جنبلاط أصعب الظروف والمحطات، وكنا في الطليعة وكنا والحمد لله منتصرين. هذا حزب يجدد نفسه ويطلق قيادة جديدة عنوانها تيمور جنبلاط وفريق عمل جديد. نعم، يذهب إلى تحديد وتطوير مؤسسات الحزب للبرامج للأفكار، آخذين بعين الاعتبار المتغيرات التي حصلت كما قلت على مستوى المعادلات والحسابات السياسية والظروف المحيطة بنا، لكن نحن نتطلع إلى الأمام مع هذه القيادة، مع الشباب الذين هم الأمل والذين نراهن عليهم وعلى طاقاتهم وعلى إمكاناتهم. وباسمكم جميعا أرفع التحية إلى كبير الشهداء وسيد الشهداء ومعلم الكبار ومعلم الرجال ورفيق الكبار، إلى معلمنا وحبيبنا ومؤسسين سيرتنا ومدرستنا المعلم كمال جنبلاط. وأقول لوليد جنبلاط التحية والتحية والوفاء والصدق والإخلاص لك بيديك بما فعلت بما أحققت بما أنجزت بما قدمت بما اتممت به على مدى عقود من الزمن، أمينا على الأمانة والوصية والرسالة. هدفك الجمع لا التفرقة، هدفك الوحدة لا التقسيم، هدفك حفظ لبنان وتنوع لبنان، هدفك الشراكة، هدفك المختارة، هدفك الأهل المحبون الأوفياء الذين أعطوا المختارة والخطر الوطني وأعطوك ما لم يعطى لأحد. لك كل المحبة والتقدير وفيك كل الاعتزاز لأنك أنجزت ما أنجزت. ويا تيمور نكرر القول دائما والدعوة إليك، أقدم والناس معك، الناس إلى سبيلك، الوفاء هو الوفاء والثبات هو الثبات والثوابت هي الثوابت والمبادئ هي المبادئ والرجال هي الرجال. شكرا لكم، كل عام وأنتم بخير.